السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه رأيكم النهاردة نعمل شوية باتيه تحفة ومورق وجميل جدا، افضل من الجاهز واحلى من المخابز بكتير. اهم حاجة نصلي على النبي، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. ونقول بسم الله ونجهز اول حاجة زي ما متعودين في اي مخبوزات عملناها، ان احنا بنجهز خليط الخميرة والسكر والمية الدافية على جنب، ونسيبها كده لحد ما نختبر الخميرة بتاعتنا ان هي شغالة. ونجهز الدقيق معانا هنا كيلو من الدقيق، ننخله كويس علشان ندخل الهواء في جزيئات الدقيق، ونضيف عليه رشة الملح ومعلقتين من اللبن البودرة. اللبن البودرة بيدي طراوة جدا للعجينة، ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر. يبقى معانا كيس الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر ومعلقتين لبن بودرة ورشة الملح، ونقلب الخليط ده كده مع بعض. وننزل كمان بربع كوباية من الزيت وكوباية من اللبن الرايب، ونقلب كده مع بعض كويس. ونبدأ بقى في العجينة بتحتاج معانا من 7 ل10 دقايق عجن كده كويس، لحد ما يبقى ملمسها ناعم وكمان ما بتلزقش في ايدينا. ونسيبها تختمر في مكان دافي لمدة نص ساعة. وبصوا بقى يا جماعة، اللهم بارك اللهم بارك، بصوا بعد ما اختمرت كده حاجة جميلة جدا. ونجهز بقى معانا أول كورة. احنا هنعملها دلوقتي نظام، انا مش عايزاكم تتلخبطوا مني، عشان كده عملت لكم النظام بالراحة خالص. احنا هنفرد اول كورة، هنقسمها ل4 كور. هنفرد اول كورة معانا لحد ما يكون سمكها رفيع جدا، يعني على قد ما نقدر كده بالنشابة، وندهنها من الزبدة. دهنة الزبدة بقى هي اللي بتدي التوريقة معانا، بتخلي الباتيه متورق معانا. دي أول كورة فردناها وحطينا عليها الزبدة. تاني كورة معانا برضو هنفردها بسمك رفيع خالص، وندهنها برضو دهنة من الزبدة. بنجهز جنبنا الصينية اللي احنا هنضيف عليها الطبقات دي، هوريها لكم دلوقتي. بصوا دهنة بسيطة كده بالفرشة زبدة كده، ونحطها فوق الطبقة التانية زي ما حضراتكم شايفين كده. الكورة التالتة معانا نفردها كويس برضو بسمك رفيع، وبعدين ندهنها برضو بالزبدة. ونستمر ان احنا نعمل كل الطبقات زي ما انتوا شايفين. اوعدكم ان ده احلى باتيه هتعملوه في حياتكم بجد، والطريقة هتعتمدوها زي ما انا اعتمدتها. بنحط ال4 طبقات بقى زي ما حضراتكم شايفين كده، بين كل طبقة والتانية زبدة. وندخلها التلاجة لمدة نص ساعة لحد كده ما العجينة ترتاح معانا، وانا عايزاها ان هي تسقع. ونغطيها، اهم حاجه نغطي وشها برضو علشان وشها ما ينشفش معانا. بصوا ارتاحت العجينه بتمط، يعني هي مش محتاجه اصلا ان انا افردها. بصوا بتمط ازاي، لانها ارتاحت طبعا وخدت حقها. ال4 طبقات اللي احنا عملناهم بنقطعها 4 تربع، يعني ال4 طبقات دي قطعناها 4 تربع زي ما حضراتكم شايفين كده. بنحط ال4 تربع فوق بعض ونفردهم كلهم تاني بالنشابة. يبقى احنا عملنا من الأول 4 كور وفردناهم وحطينا بين كل طبقة والتانية زبدة، وبعدين سيبناها في التلاجة نص ساعة. وبعدين بعد ما قطعناها ال4 تربع بقى حطيناها فوق بعض، فردناها تاني بالنشابة، ونقطع بقى القطعة على قد الباتيه اللي احنا عايزينها، على قد قطعة الباتيه اللي احنا عايزينها. انا قطعتها كده مربعات زي ما حضراتكم شايفين. والحشوة دي بقى يعني من اختياركم، عايزين تحشوا شوكولاتة، عايزين تحشوا جبنة، جبنة فيتا، اي جبنة اي نوع جبنة. انا هنا حشيت جبنة خزين لان احنا بنحب الجبنة تكون حادقة زي بتاعة الفرن كده الجاهزة. وبتكون ما شاء الله بتنفع معاكي بقى في اي رحلات، طالعين مصيف، طالعين رحلة، ولادك في مدرسة، ما شاء الله بتبقى يعني بدل ما تعملي كل شوية سندوتش، لا بتكون على قد الباتيه بس كده. كل واحد ياخد له اتنين، مثلا واحدة بشوكولاتة وواحدة بجبنة. ممكن نعمل اي حشو مع بعض تاني لو حابين، ممكن نعمل حشوة زيتون مثلا مع زعتر مع جبنة كيري مثلا، بتكون جميلة جدا برضو. ونحاول ان احنا كده نظبطها. دلوقتي بقى معايا كمان قطعة عجينة تانية. قطعة العجينة التانية دي هوريكم شكل ليها، ان احنا ممكن نعملها كرواسون بدل ما نعملها باتيه، ممكن نعمل كرواسون. بصوا 4 تربع برضو، بس هخلي كل ربع لوحده، لاني عايزة عجينتها تكون صغنونة شوية، ونحشيها بقى ايه شوكولاتة. تكون كده ميني كرواسون صغير، وتكون زي شبه الكرواسون الجاهزة كده. وهنفردها، هنحاول على قد ما نقدر ان احنا نعملها على شكل دايرة. شكل الدايرة ده بقى هنقطعه زي البيتزا كده 8 قطع.
وكل مثلث هنحط فيه قطعة شوكولاتة معانا، شوكولاتة خام، شوكولاتة نوتيلا، شوكولاتة بندق، اي حاجة انتوا تحبوها، هي بتكون جميلة وبتسيح وبتبقى طعمها رهيب. هنشوفها دلوقتي مع بعض. وكمان بقى التركة المهمة ان العجينة نسيبها كمان بعد ما شكلناها كده وحطيناها فيها الحشو، نسيبها كمان تختمر لحوالي ساعة، نسيبها كده لحد ما حجمها يتضاعف، وما شاء الله بتكون جميلة وتورق معانا اكتر واكتر. بصوا برضو دي الرول كده عملتها برضو، فردت تاني كورة وحطيت جواها الشوكولاتة زي ما حضراتكم شايفين كده. ممكن تعملي كمان شوية سادة، انا عملت شوية سادة وشوية شوكولاتة وشوية جبنة خزين زي ما شفتوا، وكان جميل جدا جدا. واهي بصوا كده السادة طلع جميل وورق من جوه ومعجنش ولا اي حاجة خالص، لان طبعا احنا دهنين الزبدة البلدي ودهنين والعجينة فيها ربع كوباية زيت، فحاجة ما شاء الله. بص نسيبه بقى يختمر، وبعد ما يختمر هوريهولكوا دلوقتي. ما شاء الله اللهم بارك. بصوا بقى الحجم تضاعف قد ايه، وبقت العجينة معانا ملساء كده، وكمان فيها فراغات من جوه لو تلاحظوا. ما شاء الله، قولوا بسم الله ما شاء الله يا جماعة والله. بعد بقى ما طلع من الفرن نرشه كده بالبخاخ، ميه بخاخ ميه نضيفه، وهو لسه طالع كده من الفرن وسخن، ونرشه بخه بسيطه، ونغطيه بقى بقماشه نضيفه عندنا، ونسيبه شويه لحد ما يطرى معانا. وهتشوفوا دلوقتي النتيجه معايا عامله ازاي. نتيجه ولا اروع من كده ولا احلى من كده ولا اسهل من كده. بجد اختصرت لكم الفيديو علشان ما يطولش عليكم وتزهقوا مني، بس بجد الطريقه دي لازم تعتمدوها وتجربوها. وما تنسوش امي من صالح دعائكم بالرحمه والمغفره. وما تنسوش كمان تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ولو حابين اي وصفه جديده نعملها مع بعض قولولي في الكومنتات ونحققها سوا كده ونعمل لها فيديو مع بعض. بصوا بقى هنا بوريكم توريقة الشوكولاتة، اللهم بارك، الشوكولاتة ساحت وكانت جميلة جدا وطعمها جميل قوي. بصوا دي بقى كمان بالجبنة، اللي بالجبنة معانا تحفة. يعني انا ما كنتش قادرة امسكها، من حاسة ان هي سفنجة في ايدي، يعني كنت حاسة ان انا معايا سفنجة مش معايا قطعة باتيه. اللهم بارك. بصوا التوريقة عاملة ازاي، والجبنة كمان من جوه كان طعمها رهيب جدا. اتمنى تجربوا الطريقة، واشوفكم على خير. مع السلامة.